السلام عليكم ورحمة الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة ديالكم، وإن شاء الله كما العادة تكونوا قنوعين وصبورين، لأن هذه الحياة كتحتاج الصبر وكتحتاج القناعة في نفس الوقت. اليوم غنحاول نقدم لكم المهم عجينة بحال العجينة ديال المسمن العادية. درت هنا كيلو ديال الدقيق، زدت عليه ملعقه ديال السكر مع رشه ملح وراس معلقه ديال الخميره ديال العجين، وغنجمعهم بالماء بارد. العجينه ديالنا غنجمعها بالماء بارد، ما عادي ما غنسخنوش نهائيا، فنجمعوها مزيان وندلكوها مزيان تاخد حقها. اليوم الفيديو غنديرو فيه حلو وملح. المهم الكوتي كفكره اللي حابه تاخد فكره، انا كنحاول نقدم لكم افكار بسيطه باشياء بسيطه. اللي بغات دير شي حاجه في المتناول، شي حاجه بسيطه يعني تكون بنينه وفي نفس الوقت تكون باشياء بسيطه عندك في المطبخ ديالك. فان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فتابعوا الفيديو من الاول ديالو للنهايه ديالو باش تعرفوا المحتوى ديال الفيديو ديال اليوم. وان شاء الله جوج الوصفات اللي غنقدم لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. فكما قلت لكم وصفات سهله وبسيطه. غنقدم فطيره مالحه بالخضر، وغنديروا فطيره حلوه بالتفاح. فهنا عندي خضره مشكله. المهم ديما الخضره على حسب الرغبه ديالكم واللي متوفر عندكم، فديما نحاولوا نديروا اشياء اللي متوفره عندنا. المهم هنا درت الخضره الفلفله الملونه مع جوج بصلات متوسطه مع حبتين من الجزر غنحكو في الحكاكه باش يسهل يطيب. فغنردهم فوق العافيه وندير لهم شويه ديال الزيت، زيت زيتون ولا زيت المائده اللي حبيتي، مع التوابل على حسب اللي متوفر عندك. التوابل هنا درت الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون، شويه ديال الزنجبيل، والقليل من الملح. الملح ديما على حسب الذوق. وغنزيد عليه واحد الملعقه كبيره ديال الطماطم المصبره. فغنشحروا الخضره ديالنا مزيان حتى نطيبوها، نخليوها على عافيه تكون متوسطه، ونبقاو نحركوها حتى طيب. هنا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت غنقسموها كويرات. الكويرات غنديروا كويرات صغار، والكويرات الصغار غنديروا فيها الحشوه المالحه، وهاد الكويرات كبار غنديروا فيها الحشوه الحلوه. فغنخليهم يرتاحوا شويه، عاد نبداو عاوتاني نخدموهم. هنا الخضره ديالنا وجدات، من بعد ما وجدات غنزيدوا عليها بطاطا مسلوقه غنهرسوها ونزيدوا على الخضره، او نكتفي بديك الخضره، ولا نزيدوا عليها اللحم المفروم ولا الدجاج، ولا المهم على حسب اللي متوفر عندك، على حسب القدره ديالك. القدره ديالك في المطبخ ديالك. المهم فكناخذوا العجينه ديالنا اللي غنديروها حلوه باش نخليوها ترتاح، غنقرصوها نديروها على شكل مسمنه كبيره. فغنرقوها مزيان بالزيت، ونرشوا عليها شويه ديال الزبده والزيت مخلطين، او مارغرين والزيت مخلطين. المهم كما قلت لكم ديما نحاولوا على حسب الاشياء اللي حنا قادرين عليها. فغنرقوا العجينه ديالنا مزيان وغنطويوها على شكل مسمن كما قلت لكم، وغنخليوها ترتاح وندوزو نحضروا هادو اللي صغار غنرقوهم مزيان ونرش عليهم شويه ديال الزبده، ونديروا الحشوه ديال الخضر من بعد ما تكون بردات ونلويوها. فهي يعني طريقتها سهله جدا، ولكن دابا بحال المهم من عجينه غتخرجي الحلو والملح الكوتي ديالك وتفرحي به وليداتك على قدر المستطاع ديالك. ديما كنقولوا نحاولوا نحضروا اشياء على حسب القدره ديالنا الشرائيه، على حسب اللي متوفر عندنا، لحقاش ماشي عند كلشي كتكون الاشياء الغاليه متوفره. الناس البساط كيكتفوا بالاشياء البسيطه. فانا كنحاول نقدم لكم الفيديو ديالي اشياء بسيطه، كما قلت لكم المطبخ المتواضع بالخضره باللي كان باشياء تكون بسيطه، تحاولي تحضري بها اشياء بنينه الكوتي ديال كل الغدا. فالفكره ديال القناه ديالي كنحاول نقدم فيها اشياء بسيطه وسهله وتكون في المتناول، وفي نفس الوقت تبدعي فيها وتفني فيها وتحضري اشياء تكون بنينه للعائله ديالك الاسره ديالك. فكنرقوا الكريات ديالنا كاملين، كنرقوهم بالزيت ونرش عليهم شويه ديال الزبده، وندير الحشوه ديال الخضر. وغناخذ واحد الصينيه صينيه مدهونه بالزبده، او المهم الزيت او المارغرين. فغناخذوا الفطائر ديالنا اللي حضرناهم، غنبقاو نلويوهم على شكل حلزوني حتى نتحصلوا على خبزه تكون كبيره ما شاء الله راه كتشبع، وفي نفس الوقت كما قلت لكم راه كتجبني واخا غير ديال الخضر.
فكنقادوها مزيان ونحاول نضغطوا عليها شويه ونرشوا عليها شويه ديال الزيت والزبده مخلطين، وندهنوها بشويه ديال الصفر ديال البيضه مع حليب، غنخلطوهم مزيان كما كتشاهدوا. راه كنضغط عليها شويه باش تجينا مقاده. فغندهنوها كما قلت لكم صفر بيضه مع شويه ديال الحليب باش ينقص لينا الزفوريه ديال البيض، وغندخلوها الفران. غنكون ديجا سخنا، تكون الدرجه ديال الحراره عاليه، غديروا 200 درجه لحقاش هذه العجينه يعني رقيقه بزاف دغيا غطيب لك. فكندخلوها الفران ديالنا وهو سخون، نخليوها حتى تحمر من الاسفل، عاد نشعل عليها العافيه من الفوق حتى تحمر من الفوق حتى هي. ما كتاخذش الوقت نهائيا دغيا، الا كان الفران سخون ما كتاخذش الوقت نهائيا، ربع ساعه كتوجد لك. هنا كنحضروا الحشوه الحلوه. هنا عندي خديت جوج تفاحات درتهم مع شويه ديال الزبده، وزدت عليهم 2 معالق ديال السكر وخليتهم حتى دابو هكا حتى ولاو ليا بحال الكريمه. المهم اللي حابه دير قرفه او شي نكهه اخرى ديرها، ولكن حبيت انا اكتفيت بالنكهه ديال التفاح. كتجي بحال الكريمه ديال كما كتشوفوا الكريمه ديال الباتيسري، كتجي هكاك تفاح طاب بزاف، كيجي بحال الكريمه. فغناخدو العجينه ديالها كنرقوها كما كتشاهدوا، كنقطعوها، نحاولوا نقطعوها مربعات. المهم الا حبيتو ديروها على شكل كرواسون ولا مربع ولا اللي حبيتو التشكيل كيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. وكناخدو هنا الشوكولات كنقطعوه قطع، ونزيدوه فوق الكريمه ديال التفاح ديالنا، وكنقطعوا شرائط يعني شكل بسيط جدا. المهم الشكل على حسب الرغبه ديالك وعلى حسب انت اللي كتعرفي لي غتشكلي كما حبيتي، ولا ديرهم غير بحال الرغايف صغار، دير الحشوه في الداخل ديالهم مع الشوكولاط عادي جدا. المهم على حسب انت الخاطر ديالك شنو بغا. فكنلفوهم وكنحاولوا هاد الشرائط يجونا من الفوق، واللفان ديال الشرائط يكونوا في التحت باش ما تحلش لينا في الفران. فكنقدوهم كاملين ونديرهم في صينيه مدهونه بشويه ديال الزيت، ونديروا عليهم هذاك الخليط اللي بقى لنا ديال الصفر بيضه والحليب، ندهنوهم مزيان وندخلوهم للفران. ولا حبيتو ديروا لهم السمسم ولا حبوب الشي اللي حبيتو غديروا، ندخلوهم للفران حتى هما حتى يطيبوا، ما كياخذوش الوقت نهائيا. كما كتشوفوا الخبزه ديالنا جات مورقه وكتشهي، ما كت يعني ما كتاخذش الوقت، سخونه كنقطع لكم سخونه، ولكن الحمد لله كما كتشاهدوا راه باقا سخون، ولكن الصراحه جات بنينه. المهم كل واحد يدير على حسب القدره ديالو وعلى حسب الاستطاعه ديالو. انا كنحاول ندير وصفات بسيطه نفرح بها وليدات ديالي، فان شاء الله اي وحده خدت فكره عجبتها او ان شاء الله، فنتمنى لايك ديروا لي لايك وتشجعوني. فكتجي واعره ما خصها غير واحد برد اتاي سخون، فيا سلام. هنا الفطائر الحلوه حتى هما جاو مورقين وجاو بنان. عرفتوا الحشوه ديال التفاح مع الشوكولاط عطات واحد المذاق بنين. فجربوه بهذه الطريقه ان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم. كتجي مورقه وكتجي بنينه. المهم السكر اللي درت في العجينه كيجي قليل. المهم الا حبيتو غترشوهم بالسكر بودره ولا العسل، ولا غديروا عليهم صوص كراميل كما درت لهم انا. المهم تزين ولا تزيدوا باش تزيدوا ليه الحلاوه، ديروا اللي بغيتوا، السكر بودره او صوص كراميل او العسل، او غدوبوا الشوكولاط. المهم اللي حبيتوه واللي متوفر عندكم غديروا. هنا الفطائر كيجيوش كيشهيو، فغناخذهم ونعمر براد اتاي. فطائر حلوه ومالحه بعجينه وحده وسهلين وبساط. فان شاء الله الفيديو ديال اليوم والافكار اللي فيه تنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم كنقدم لكم افكار بسيطه ومتواضعه اللي حابه. فان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، فما تنسونيش من الدعم والتشجيع والاشتراك. في امان الله جميعا.